السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى تاني فيديو معانا هنعمل كحك العيد. شايفين الجمال والتحمير بتاعه ودايب دوبان بيدوب في البق، طعمه حكاية. جربوه على طريقتي وهتدعيلي. ده كده الشكل بتاع الكحكة بتاعتنا. شايفين التحميرة بتاعتها او السوا بتاعها، ومن جوه كده الملبن بتاعها مخرجش منها ولا حاجة. شكلها تحفة. هنعمل الكحك بتاعنا النهاردة في الفيديو. هنعمله على السخن بطريقة امي وامك. مش هنعمله على البارد، بصراحة هو بيبقى تقيل شوية على المعدة عن البارد، بس بيبقى طعمه خرافة. هو الفرق بينهم ان ده بيكون تقيل بس شوية على المعدة، بس بيكون طعمه احلى. والتاني اللي هو على البارد بيكون اخف على المعدة، بس مش بحلاوة الكحك اللي بيكون على السخن، وده بيعيش اكتر. شايفين الذوبان؟ قولوا شايفين. تحفة يا جماعة. دي طريقة امي اللي انا بعمل بيها النهاردة في الفيديو. هنبتدي بقى ان احنا نرش عليه السكر البودر بتاعنا، او على حسب، في ناس مش بتحبه بالسكر فما فيش مشاكل، انت وذوقك يعني في الاكل. بس في تريكايه كده احب اقولها لك، يعني لو انت تحتفظي بيه من غير سكر، ولو انت عامله كميه تقدري اول ما تيجي تاكليه تروحي مدخلاه الفرن كده. يعني هيسخن، بس هياخد من حرارة الفرن، هيديكي بقى طعم وريحه تحسي ان انت لسه عاملاه. بعد كده ترش السكر وتاكليه بألف هنا، او على حسب بقى انت عايزه تاكليه كده ساده. هبتدي بقى اجيب كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، عليه معلقه صغيره ريحه الكحك، ومعلقتين سكر بودر. وهنجيب بقى السمنه بتاعتنا كده هنقدحها يعني السمنه هتغلي. وهتعرفي ازاي ان هي خلاص كده اتقدحت، هتجيبي رشه دقيق كده على الوش. اول ما هتلاقيها كده بتفور، هتعرفي ان هو كده تمام خلاص. ويعمل الصوت اللي انت هتسمعيه ده. سامعين الصوت؟ هتبتدي بقى تنزلي بيه خلاص كده على الدقيق بتاعنا، وتحاسبي طبعا لان اللسعه بتاعته بتكون وحشه جدا. وهتبتدي بقى تقلبيه بالمعلقه كده بس. مش تقدري في الوقت ده تحطي ايدك فيه، يعني هتقلبيه بالمعلقه كده شويه لحد ما هيبرد شويه يعني معاكي، عشان تقدري تبسيه كويس جدا بايدك. لازما البس يكون بالايد. انا هنا كده ركنتها على جنب تهدى بس شويه. وهجهز الخميره بتاعتنا، معايا كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليها معلقة صغيرة من الخميرة فورية، ومعلقة من السكر عشان تشغل الخميرة بتاعتنا. انا ضفت سكر بودر، واقلبها كده كويس واغطيها وهسيبها على جنب لحد ما هنبس العجينة بتاعتنا. هنا كمان هنعمل الملبن. الحلة اللي هي كانت مكان السمنة نزلت فيها بالملبن بتاعي، وعليهم معلقة كبيرة من السمسم او معلقتين كبار من السمسم على حسب برضو انت بتحبيه ولا لأ في الملبن. ومعلقة صغيرة كده من السمنة. وهتبتدي تعجني على البارد. هتبتدي تعجني الملبن كويس جدا. هو ما بيكونش بيلزق في ايدك ولا اي حاجة، بس هتعجنيه كده كويس في السمنة والسمسم. بيدو طعم حلو جدا، دي اضافة حلوة ليه يعني. وهتبتدي بقى تكوريه كده كور صغيرة على قد الكحكة بتاعتك. تمام كده عجنت الملبن بتاعي، او بمعنى اصح اديته تدليكة كده حلوة مع السمسم والسمنة. شايفين ما بيلزقش، والملمس بتاعه تحفة. هبتدي بقى كوره كده كور صغيرة على قد الحشوة بتاعتي. دي كده كبيرة، انا رجعت صغرتها عن كده. هتكوري الكمية بتاعتك بقى كده، وهنرجع للعجينة بتاعتنا او للدقيق بتاعنا. واهم خطوة واهم حاجة في الكحك ان انت تبسي الدقيق كويس جدا في السمنة.
ونوع السمنة اللي انتي طبعا تفضلي، يعني لو عايزة تعمليه بزبدة مفيش مشاكل، بس يبقى نوع كويس علشان ما يبقاش فيه مية كتيرة، او بالسمنة بقى، عايزة سمنة بلدي، عندك سمنة اللي هي بتاعة العلب، مفيش اي مشاكل. انا مخلطة السمنة بتاعتي. اهم حاجة زي ما قلنا انك تبسي كويس جدا. البس بتاع الدقيق او العجينة بتاعتنا هو سر نجاح الكحك بتاعك. بستيه كويس وخدمتيه كويس هيديكي نتيجة تحفة. ده كده شايفين لسه ما حطيناش مية خالص ولا اي سوائل. هبتدي بقى انزل كده بنص الكوباية اللي احنا ضايفين فيها الخميرة، وما بتعجنيش، هتلمي بس بايدك بصوابعك كده. هتلمي العجينة بتاعتك، هي اول ما تشرب السوائل خلاص، يعني تشرب السوائل على طول في العموم. هنلم بقى العجينة بتاعتنا. وعلى فكرة يعني الكحكاية بتعتمد على ان هي تبقى عايزاها دايبة او ماسكة نفسها في كمية السوائل. يعني انت كل ما هتضيفي مية كل ما الكحكة هتبقى ماسكة نفسها او هتنشف معاكي. هتقللي مية هتكون دايبة معاكي. ده كده ضفنا نص كوباية بس. هبتدي بقى نخدمها كويس في ايدينا كده. بتشقق دي على فكرة هتبقى ناعمة جدا. فانا كده ضفت شوية مية كمان، وابتدي الم بايدي. قلنا احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة بس بصوابعنا كده لحد ما بتشرب السوائل او بنشربها السوائل بتاعتها. هنبتدي نكورها كده ونشوف تاني كده، برضو عايزة تاني لان كده هتبقى ناعمة جدا جدا جدا. شايفين؟ طبعا انت وذوقك، في ناس بتحبه دايب وفي ناس بتحبه ماسك نفسه. انا هنا عايزاه دايب، بس في نفس الوقت اعرف ان انا امسك الكحكة بتاعتي. فضفت كده السوائل كلها، ضفت باقي الكوباية، يعني انا الكوباية كده بتاعتي اللي احنا حطينا فيها الخميرة ضفتها كلها. تمام. شايفين بقى بعد ما ضفت الكوباية كلها خلاص بقت العجينة عاملة ازاي معايا؟ زي الملبن ما شاء الله، طرية وحلوة جدا. هبتدي بقى ان احنا نعمل فيها تجويف كده ونضيف الملبن، او على حسب انتي عايزاها سادة، برضو دي حاجة ترجعلك. انا هنا كده ضفت الملبن، وهنبتدي ندورها شوية، ندورها بايدينا كده في كف ايدك، وعلى حسب بقى عايزة تشكليها بايه. انا دي كده الاشكال بتاعت الكحك. بتضيفي الكحكاية بتاعتك وبتضغطي كده، او العجينة بتاعتك وبتضغطي كده، بتديكي الشكل بتاع القالب اللي انت حاطه فيه الكحكاية بتاعتك او العجينة. شكلها جميل جدا والحجم بتاعها حلو. شايفين اصلا يعني لما ضفنا باقي الكوباية العجينة بتاعتي اتظبطت جدا وما شققتش ازاي. بس الطريقة دي دايبة على فكرة، هي كحكاية دايبة جدا، بس تقدري انك تمسكيها. لو انت عايزاها ماسكة نفسها عن كده ضيفي سوائل، يعني ضيفي كمان معلقتين مية مثلا او ربع كوباية مية. كل ما تضيفي سوائل كل ما تمسك نفسها، بس الطريقة دي بتكون مظبوطة وحلوة جدا. شايفين بقى ما شققتش ازاي والبصمة بتاعتنا مظبوطة ازاي؟ ده كده الشكل اللي بالبصامة. وهبتدي اعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل او بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها، سواء ان كان هحشيها ملبن او هعملها كده من غير حاجة. يعني دي كده مش ما فيهاش ملبن، اهي دي من غير ملبن، وحطيتها في قالب تاني شكله مختلف. لو العجينة بتاعتك كبيرة على القالب بتشيلي الزوايد بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وبتضغطي علشان تاخدي الرسمة زي ما انتوا شايفين كده. العجينة ما شاء الله تبارك الله تحفة. لو جربتوها على طريقتي هتعرفوا انا اقصد اقول لكم ايه كويس، وهتعجبكم جدا بإذن الله. ده الشكل كده. برضو رسمة تانية معانا. طبعا انا في الخطوة دي بقى خلاص انا لميت الاولاد حواليا وشكلنا سوا مع بعض علشان يحسوا بفرحة العيد ويشاركوكي في المرحلة دي، وما بيكونوا مبسوطين جدا. انا شكلت كده خلاص دول معاكم.
دي كمان هشكلها معاكم، وهشكل بقى انا والاولاد الكمية التانية. ده كده لو هتحطيها على طول هتكوري شوية مع بعض، لو عايزة تنجزي وتروحي مبصمة، بس لما تبصميها على ايدك بتكون البصمة شكلها احلى واوضح من ان انتي تحطيها على الصاج وتبصمي. دي كده الاشكال بتاعتنا. هوريكم دلوقتي الكمية دي انا عملت منها قد ايه، وده الملبن بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض. الكمية اللي احنا عملناها مع بعض او كيلو الدقيق شكل لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي، الصينيتين دول والصاج الكبير، وصينية كمان، يعني 3 صواني والصاج الكبير اللي انتوا شايفينه. عملت كمية حلوة ما شاء الله. السوا بتاعه بقى انا طبعا سبته يخمر، يعني سبته كده حوالي ساعة، وبعدين ابتديت ان انا اطيب الكحك بتاعي. بيدخل فرن درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نص ساعة، بس انتي برضو تابعيها لحد ما تاخدي السوا بتاعك اللي انت عايزاه، على حسب بقى انت عايزة متحمصة شوية او نص، على حسب السوا بتاعك انت بتحبيه ازاي. ده كده السوا بتاعي او القعر بتاع الكحكة. هبتدي بقى انزل عليها بالسكر البودر كده للتزيين، وعلى حسب الرغبة برضو. وبكده فيديو الكحك بتاعنا النهاردة يكون خلص، وقلنا فيه كل حاجة وكل تفاصيل. اشوفكم بقى في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.